عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. بكل فخر واعتزاز يعلن سيادة النائب محمد خالد القاضي عن صدور قرار تعيينه كرئيس للجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الشباب العربي الأوروبي، وهذا التعيين يعكس الثقة الكبيرة التي أولتها إياها الهيئة، ويوعدهم بأن يعمل بجد وإخلاص لتحقيق أهداف البرلمان، وأن يكون صوتا فاعلا لخدمة الشباب والمجتمع المدني. ويتقدم بجزيل الشكر لكل من وقف بجانبه ودعمه، ويتطلع إلى استمرار دعمكم لتحقيق رؤية تعكس طموحات وتطلعات الشباب العربي في مختلف المجالات. أكد النائب محمد خالد القاضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جديد شهد مناقشات مكثفة داخل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مسودته وصياغته، وكذلك في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ووجه القاضي التحية والشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على حرصه على أن يمنح مشروع القانون القدر الكافي من النقاش والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر. وقال القاضي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أن العمل الذي تم هو حق للشعب المصري الذي يستحق منا كامل الجهد والاهتمام في مناقشة قانون الحريات والشرعيات الجنائية والإجراءات القانونية الذي يحكم به المواطن ورئيس الجمهورية على حد سواء. وقد تم فتح نقاشات موسعة حول حوالي 80% من مواد مشروع القانون التي تتجاوز 365 مادة وفقا للضوابط المتبعة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف الوصول إلى تعديلات شاملة متكاملة في قانون بهذه الأهمية، والذي ينبغي أن يحظى بتوافق مجتمعي واسع. وأضافت الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة بشكل فاعل من خلال وزير العدل، وأجرينا تعديلات موسعة. وتوجه بالشكر المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على حرصه على منح المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف. وقد ضمت اللجنة ممثلين من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامين المتخصصين في القانون الجنائي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية التي صحبتنا في أعمال اللجنة. وأكد القاضي: لا يعنيني أي تقارير دولية أو رؤية المجتمع الدولي، يعنيني المواطن المصري أن نقدم له ضمانات تحميه وتحافظ على حقوقه. هذا الشعب الصابر المثابر هو الذي يتحمل كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات. نحن أمام قانون صدر بعد جهد كبير ويعكس إنجازات تراكمية لمواكبة التطورات المستجدة عبر العقود الماضية. وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في موازنة وزارة العدل القادمة، وقال: يجب أن يتعاون مجلس النواب مع الحكومة لإعادة النظر في موازنة وزارة العدل، وخاصة فيما يتعلق بدور المحاكم لتحقيق العدالة الحقيقية. لابد أن يكون لدينا بنية أساسية قوية ومؤهلة. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية في مشروع القانون قائلا: أضفنا كتابين جديدين، الأول عن التعاون الدولي نظرا لأهمية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والثاني يتعلق بالأحكام العامة، كما يشمل حماية المجني عليهم والمبلغين والشهود. وفي ختام كلمته وجه النائب محمد خالد القاضي الشكر لرئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية على الجهود الكبيرة المبذولة، قائلا: أشكر كل من ساهم في هذه اللجنة على الجهد الذي تم بذله، وأقول ذلك بفخر. مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونرو. تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعملية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأورنو وتوقف عملها بشكل رسمي. وتؤكد مصر على أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي. وتؤكد مصر على دعمها للصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وتكفل حقوق الإنسان ومكفل القانون الدولي. تحذر مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين، العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار. وتعاود مصر التشديد على أن دور وكالة الأورنو لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله،
وأن على مجلس الأمن الاطلاع بدوره لحفظ السلام والأمن الدوليين، خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل، وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.